عسلامة. كيما المرة اللي فاتت حكيت لكم على ليتر دو موتيفاسيون، حبيت المرة دي نحكي لكم شوية على لونتروتيان. ولو اني الحق نتاع ربي ما نشوفوش حاجة خايبة لونتروتيان، بالعكس حاجة مهمة برشا. انا عندي مشكلة مع الريكروتور، مع طريقته كيفاش يسال فينا في الاسئله نتاعو. ساعات يحسك اللي هو مش يسال فيك كما قاعد يذل فيك، يسالك اسئله ما جات حتى شيء، لازم يحسك اللي انت ما تفهم في حتى شيء واللي هو يفهم فيه كل شيء. اكيد كل واحد فينا صارت له حتى مره في حياته انه نهار خرج من لونتروتيان وقعد يتسائل يا اخي نورمال السيد يسال فيها اسئله كيما هكا. مالوغوزمون ان لي زونتروتيان اني مشيت لهم الكل سالوني اسئله ما جات حتى شيء، لا عندها علاقه لا بالشخصيه نتاعي ولا عندها علاقه بالفورماسيون نتاعي ولا بالستاج ولا حتى شيء. ما فهمتش شنو الاسئله اللي يسالوا فيهم. نتفكر فما مره كان عندي انتروتيان مهم برشا في شركه مهمه، قعدت يجي جمعه وانا نحضر في الاسئله اللي نجم يسالهم لي. دخلت على الانترنت قعدت نتفرج في فيديوهات كيفاش نغزر، كيفاش نقعد، كيفاش نقدم روحي، كيفاش نحكي، وانا قريب باش نتعقد. دونك كان زاد الدرجه كهو فيديوهات باش نتعقد من الحكايه. مشيت حاسيله ما نحكي لكمش حتى من اللبسه، اخترت شنو نلبس وشعري وكل شيء، وقعدت كيما قالوا لي الفيديوهات وحكيت كيما قالوا لي الفيديوهات. جا السيد خذا الكلونات نتاعو، لبس الكلونات نتاعو، خذا السيفي نتاعي، ربع ساعة يعني مرشوقة في الورقة. أنا قلت يا ستر ربي هذا باش يسألني سؤال ممكن من ليسي، يغزر لي أنا ويغزر لي أنا. في الآخر شنو قال لي؟ بليه مادموزيل نجم تقولي علاش اخترت اللون الأزرق في السيفي؟ انت مال امك انت مالك، انت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حددتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص. ثاني سؤال يغلب عليا ويسألوه في أغلب لي زونتروتيان هو علاش لازمنا نختاروك انت شنو باش تزيدنا للشركة متاعنا؟ الله لا اخترت ولا جعلك باش اخترت، ان شاء الله عمرك الكل ما تختارنيش. اصلا عندك الحق خويا، الشركه تخدم على روحها من عام 1940، تستناو في صوفيا باش تزيدكم حاجه؟ ما عندي ما نزيدكم خويا، كاين سليتو عني بي، هاني شاده قدري وشاده الدار حتى انا. الله لا جعلكم باش دخلتوني نخدم. ثالث سؤال اللي غلب عليا في لونتروتيان هو مادموزيل انت علاش اخترتنا احنا؟ مو من الغلبه بلي علاش عندي باش نختاركم. شركات من كاليفورنيا يتكلم فيا تستنى فيا بالصف باش نمشي نخدم معاه، كيف من اليابان، وانا حالفه مين ما نخدم كان عندكم انتم. تيما خاطرني بطاله بعث لي 187 شركه معكم، ربي ما تتصورش كان لي كنتي قاعده بعثه. قال علاش اختارتنا. ويقعد اكثر سؤال مغلب عليا هو واحد بركه ملي كنت نحكي فيه الكل. سؤال ما فماش مره ما تساليش، هو مادموزيل انت سيادتك من نابل وجاي شركتنا في تونس، سيبوزون شركه اخرى اقرب لك معناتها في نابل تزيدك اكثر في الشهريه، اسكو تمشي تخدم فيها ولا تبقى تخدم معانا؟ بالله العظيم انت بالذات 500 فرنك يزيدوا لي في الشهريه، قسما بالله ما نمشي ونخليك على بلادك وركيك برك. بالله هذا سؤال تسال فيه؟ بيان سور نمشي باش نقعد عندك معناتها، والله نمشي ونخلي لك وصواريدك الشركه. دونك من غير ما نواسيكم نصيحتي لكم في اي اونتروتيان تمشيو له هي مواصله الكذب اللي ديتو في ليتر دو موتيفاسيون. تمشيش تطلعوا عواركم يا ولادي، من غير ما نوصي، اكذب قد ما تنجم. انت طير طيران وما كيفك حتى حد، امك طمح احمد على اينشتاين وهيت ما كلابي. اما اكيد كلكم تتسائلوا المره اللي فاتت في ليتر دو موتيفاسيون قلت لكم باش ربي يغفر لكم برا شدوا كسبحه وبداو يستغفروا على الكذب نتاعكم. الكذب هذايا ما اعظم صراحه، ماهوش نتاع سبحه. لذا نصيحتي لكم هاو جاي كان سيدي رمضان نجموا تختموا القران 3 مرات، ولا فلوس الشهريه نتاع عامين ولالين تعملوا بهم 2 عمرات، ان شاء الله ربي يغفر لكم وربي ينوب عليكم بخدمه. باي باي.